جين بيركن، واللي على اسمها اتسمت حقيبة هيرمس المعروفة، واللي الأوردر منها ممكن تنتظره سنة. ايه بقى قصة بيركن وليه اتسمت الشنطة على اسمها؟ جين ممثلة ومغنية انجليزية اتولدت في 14 ديسمبر 1946 في المملكة المتحدة. جين كانت ام ل3 اطفال، وكانت دايما بتحتاج لشنطة كبيرة وهي خارجة عشان تاخد حاجتها وحاجات الاطفال اللي هتحتاجها وهي بره البيت. ما لقتش اكبر من السلة الخوص اللي معاها في الصورة دي عشان تكفي. وفي مرة في رحلة طيران سنة 1983 وهي بتحاول تحط شنطتها في الرف اللي فوق المخصص لحقائب اليد بالطيارة، وقعت الشنطة ووقع منها كل حاجتها. مين بقى كان قاعد جنبها وحاول يساعدها؟ جان لويس، الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس، وسألها من باب الفضول ليه بتستخدم حاجة زي كده كشنطة، فشرحت له ببساطة معاناتها مع انها محتاجة شنطة كبيرة ومريحة وعملية تشيل أغراضها. بعد ما حديثهم خلص بدأ جان يدون ملاحظاته وأفكاره عن شنطة بالمواصفات دي، وبدأ التصميم وطلعت الحقيبة الشهيرة بيركن. حصلت جين على أول شنطة من إنتاج هيرمس باسمها مع 35 ألف دولار سنويا كانت بتتبرع بيهم للجمعيات الخيرية. توفت بيركن في 16 يوليو 2023 عن عمر 76 سنة.